خليني نحكي لك على حقيقة يعرفها أي تقني يخدم بالإير 22. إير 22 كان غاز يخدم في كل شيء، تبريد تجميد وتكييف. صحيح أداء قوي وضغوط مستقرة، أما اليوم ولا مشكل مش خاطر الأداء بل خاطر القيود البيئية وصعوبة إعادة الشحن. برشا تجهيزات ما زالت تخدم بالإير 22 وعندها عمر تشغيلي باهي، أما كل شحنة جديدة ولات مغامرة. هنا يجي السؤال الحقيقي: هل نبدل معدات كاملة وإلا نلقاو حل أذكى؟ الحل هنا هو إيكو 22. هو غاز تبريد طبيعي مركب من زوز غازات هيدروكربونية عالية النقاوة ومعدل باش يعطيك نفس منطق عمل إير 22 في التكييف والتبريد ومن غير تعقيد في التحويل. شنو اللي يهمك انت كتقني؟ ضغوط تشغيل أقل ومتوازنة، استقرار وشحن أخف وأسهل. وخلينا نكون واضحين بالأرقام من حيث كمية الشحن. الأنظمة اللي كانت تتطلب 1 كيلو من غاز إير 22 يمكن شحنها بحوالي 400 غرام فقط من الإيكو 22. والأهم هذا يخفف الحمل على الكمبرسور، يطول في عمر المعدات وينقص من مشاكل إير 22 بدون خسارة كبيرة في الأداء. السؤال اللي نخليه لك: هل ما زال التمسك بالإير 22 حل ولا اليوم لازم نفكروا بعقلية بديلة؟ تابع الصفحة وخليك ديما سابق بخطوة في عالم التبريد والتكييف.